بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم مشاهدينا الكرام من خلال برنامج سير في الجماهير هنا بمجمع صحار الرياضي. مباراة اليوم مباراة ضمن الجولة 14 من دوري عمان تل للمحترفين. طبعا مباراة اليوم راح تكون مختلفة لأنها ديربي ما بين الجارين، اليوم الموج الأزرق والفهود. كونوا ويانا تابعونا من خلال سير في الجماهير. ومسا عليكم في البداية وأبارك لكم على هذا العمل الرائع من خلال نقد الأحداث وردات الفعل من الجمهور، جهد كبير تشكر عليه صراحة. أكيد اليوم ديربي بين صحم والخابورة، نتمنى إن شاء الله أن نشاهد مباراة تليق باسم الفريقين. نتمنى إن شاء الله أن يستمتع الجمهور الحاضر بهذه المباراة. في النهاية في نهاية المباراة أكيد بنبارك للفائز وحظ أوفر للخاسر. شو رأيك بالمحترفين القدر حاليا اللي انضموا إلى الكتيبة الزرقاء؟ والله بطبيعة الحال صعب انك تحكم عليها من خلال اول مباراة. احنا شاهدناهم في المباراة الماضية لاعبين، واليوم اللاعب اليمني كأول مباراة. ان شاء الله خلينا نشوف مباراة اليوم والمباريات القادمة، واكيد لان خلاص ما في مجال تم تسجيلهم ولعب. نتمنى ان شاء الله انهم يكونوا إضافة للفريق وحتى إضافة للدوري بشكل عام لجميع، يعني حل جميع الأندية، لأن أغلب الأندية غيرت لاعبين محترفين. نتمنى إن شاء الله أنهم يكونوا إضافة للأندية وللدوري بشكل عام لكي يرتقي مستوى الدوري ويكون إن شاء الله الأفضل في الجولات القادمة بإذن الله. دائما نادي صاحب ما يخون الدفاع، فكيف شو رأيك بحماية الزبيري اليمني في دفاع كتيبة الزرقاء؟ أكيد هو اسم معروف ولاعب يلعب في المنتخب اليمني، لاعب يملك خبرة كبيرة في الملاعب على مستوى الخليج. أتمنى إن شاء الله أنه يكون إضافة للأزرق، وخاصة صحم يعاني بشكل كبير في خط الدفاع. نتمنى إن شاء الله يكون إضافة ويكون يعني لاعب قائد في خط الدفاع بإذن الله. والله طبعا الدور الأول يختلف عن الدور الثاني طبعا، لكن الدور الثاني يعني الأندية يعني شو اسمه يعني مستعدة زين. حمالة أتوقع لأن صاحب يفوز على خابورة طبعا، لأن الدور الثاني مثل ما شايف الأندية مستعدة زين يعني لهذا الدوري يعني. بس الخابورة اليوم ياخذ ثارة يعني، خاصة أنه هو في الدور الأول خسر في المباراة بنتيجة 2-1. صح نعم كلامك، لكن إن شاء الله الشباب صح ما بيقصروا في هذه المباراة، يعني يحاول يعطوا في هذه المباراة، إن شاء الله نطلع فايزين يعني. كم تتوقع نتيجة المباراة؟ والله إن شاء الله أتوقع صحم يعني 2-1. والله في البداية نتمنى إن شاء الله التوفيق للفريقين في مسيرتهم، وإن شاء الله نتمنى من الأزرق إنه يصحح المسار ويعود إلى سلسلة الانتصارات كما فعلها في المباراة السابقة في كأس صاحب الجلالة. ونتمنى بعد من المدرب إنه يتفادى الأخطاء الدفاعية اللي كانت في مباراة الشباب، وإن شاء الله اليوم صحماوي إن شاء الله بإذن الله. الصحم أنهى الدور الأول بالترتيب التاسع، فكيف راح يكون الدور الثاني إن شاء الله للموج الأزرق؟ إن شاء الله في والله عدة مباريات أمامنا، نتمنى إن شاء الله أن صحم يعود إلى سلسلة الانتصارات وتفادي الأخطاء اللي كانت في الدور الأول، وقادرين إن شاء الله بهمة الشباب وبهمة الإدارة إن شاء الله، وبالمحترفين الجدد إن شاء الله راح يكونوا على قد المسؤولية. تتوقع نتيجة المباراة اليوم؟ والله تكهنات صعبة، لأن المباراة سجال بين الفريقين، والفريقين يعني متخوفين أحسهم يعني ما داخلين جو من المباراة، لكن إن شاء الله أتمناها. الأمنية غير والواقع غير لحظة. أتمنى إن شاء الله أن تنتهي 1-0 لصالح الأزرق إن شاء الله. يعطيك العافية. الله يعافيك إن شاء الله، موفقين. الدور الأول انهاها صحم بنتيجة 2-1، هل تتوقع أن صحم يستمر في النتيجة أن يحقق الفوز بهذا اليوم؟ والله المباراة يعني مباراة بين جارين وديربي، والنتيجة يعني غير متوقعة فيها، لكن إن شاء الله نتمنى إن شاء الله المستوى يعني ممتاز، وإن شاء الله يتوفق صحم في النتيجة. ايش رايك بالمحترفين، خاصه وان قاعد نشوف محترفين قاعد يسجلوا من المباريات الاخيره، خاصه وان كولوبالي سجل هدف في مباراه الكاس؟ والله اللاعب الاجنبي ما تقدر تحكم عليه من مباراه واحده، ان شاء الله يعني تقدر تشوف مباراتين 3 مباريات 4 مباريات وبعد تقدر تحكم عليه. الان كولوبالي هذا سجل، لكن ان شاء الله نتمنى التوفيق ان شاء الله خلال المباريات القادمه. كم تتوقع نتيجه المباراه اليوم؟ والله نتمناها ان شاء الله 2-0 لصحم. يعطيك العافيه. الله يعافيكم. كم توقعات النتيجه؟ إن شاء الله 2-1. وش رايك باداء الازرق في المباريات الماضيه؟ الأداء والله كان تعبان ما يساعد، لكن كل شيء بيدين الله. بس مباريات الكاس يعني المباراه الاخيره تفوقنا على الشباب بنتيجه او بركلات الترجيح. والله بجهود اللعيبة، وصراحة محسن جوهر ما قصر في المباراة الماضية اللي هي في الكاس مع الشباب، يعني الشوط الثاني عمل شغل والأمور طيبة إن شاء الله. يعطيك العافية. الله يعافيك. أكيد مباراة كبيرة بين فريقين كبار، اللي هو نادي الصحم ونادي الخابورة،
بس للحين اللعب يعني يعني الفريقين مركزين على نص الملعب، يعني ما في فرص للحين في المباراة. الفريقين ما اعتقد ان احد منهم وده يخسر، يعني مباراة مهمة للفريقين، وان شاء الله نتمنى ان اكثر نشوف حماس اكثر في الشوط الثاني ان شاء الله. طبعا كيف تشوف يعني من هو اقرب للفوز اليوم، خاصه وانها مباراه مثل ما تعرف ديربي، وسبق ان انت انضميت لنادي صحم، فكيف تشوف يعني المباراه خاصه؟ والله للحين يعني اللي انت تشوف طالع المباراة الاقرب هو الخابور، يعني هو اللي مستحوذ على اللعب. الصحم يعني يعتمد على كرات محسن، تمريرات محسن، يعني في كل كوره يعني كوره خطيره من عند محسن. الخابور مستحوذ على اللعب لكن ما في يعني هجمه حقيقيه اللي هي على المرمى. تتوقع نتيجه المباراه اليوم؟ والله يمكن تكون 1-0 الخابوره. عاد ما اعرف الصراحه المن. خابوره او صحم؟ ما اعرف المن، قلت صحم بيزعل الجمهور، صحم قلت الخابوره، نتمنى التوفيق للفريقين ان شاء الله. يعطيك العافيه ان شاء الله. يعافيك ان شاء الله. هل تتوقع اليوم صحم يواصل انتصار على الخابوره او الخابوره يقلب النتيجه ويثأر من صحم؟ والله ما اعتقد، لان الدور الاول كان بعد بدايه الدوري. ان شاء الله الخابوره اليوم. الخابوره بالدور الاول بفوزين فقط وتعادلات، مثل ما يقول انه كان ملك التعادلات، لكن كيف راح يكون الدور الثاني ان شاء الله للخابوره؟ ان شاء الله فيها انتدابات الحين جديده، وان شاء الله متاملين خير ان شاء الله. طبعا نادي الخابوره نادي كبير معروف ووصل لدور 8 بالكاس، فكيف راح يكون حظوظه ان شاء الله في الدور الثاني؟ في الدور يعني؟ في الدوري ان شاء الله نتامل انه نكون من 4 الاوائل ان شاء الله. ان شاء الله من ضمن المنافسين، لكن لان النقاط يعني على التعادل، المشكله هذه اللي خسرتني. ان شاء الله الاربعه من الاوائل، لا المركز الرابع ان شاء الله. كم تتوقع نتيجه الديربي اليوم؟ والله 2-1 خابوره. يعطيك العافيه. بارك الله فيك. التوقع هو صعب ديربي، لكن ان شاء الله الاصفر بيحسمها ان شاء الله. جماعه صحم يقول الازرق يعني اصعب. ان شاء الله الازرق صعب يعني. ماشي، هذه الكوره ماشيه صعب، لكن ان شاء الله الاصفر بيحسب. كم تتوقع نتيجه المباراه؟ ان شاء الله 1-0 يعطيك العافيه. ديربي 1-0 ان شاء الله. يعطيك العافيه. الله يعافيك. والله المباراة للحين متوازنة ما بين الفريقين، اللعب متكافي، لكن بقياس انها ديربي المفروض تكون اجمل من كذا، او عشان تليق بالجمهور اللي حاضر المفروض تكون اجمل. كيف تشوف محترفين الفرق، خاصه وان الناديين يعني عندهم انتدابات قبل الدور الثاني؟ والله الانتدابات للحين ما نشوف في اي تاثير لهم، لان هاي تقريبا ثاني مباراه بعد التوقف الشتوي، وان شاء الله يكون يفيدوا الفريقين ان شاء الله. للحين ما تقدر تحكم على اللاعبين من مباراتين فقط. كم تتوقع نتيجه المباراه اليوم؟ والله اذا تسالني عن مقريات اللعب اتوقعها سلبيه 0-0. ايوه، لكن هذا بعد نص ساعه من الشوط الاول، يمكن الشوط الثاني يتغير كل حاجه، لكن اتمناها خابوريه 1-0، لكن التوقع غير التمني دائما، اتوقعها اصفار. الله يوفق الفريقين ويعطيك العافيه. امين، الله يعافيك ان شاء الله. مباراة الخابورة وصحم دائما هي مباراة ديربي، ما عليك من قلة الجمهور، لكن نفسيا لأنها بينهم روابط، بينهم تداخل في الأنساب وفي مثل ما تقول أولاد عم، لكن إن شاء الله الخابورة اليوم قادر أن يمثل دائما، الخابورة دائما كعبة عالي على صحم من خلال البطولات السابقة الأخيرة، وإن شاء الله اليوم نأكد أن كعبنا عالي، ومن خلال المباراة يعني سياقها الخابورة مسيطر على الحلو والمر في المباراة، وإن شاء الله يكون القادم أحسن. بس في الدور الأول صحم طبعا فاز عليكم نتيجة 2-1 يعني، فكيف راح تكون الدور الثاني إن شاء الله؟ لا صحم هفوة كانت، كنا مقدمين 1-0 وعادلونا في لعبة هفوة يعني، رغم أنه كان اللعب للخابورة، لكن إن شاء الله اليوم غير. تتوقع نتيجة المباراة اليوم؟ والله أتوقع 2-0 إن شاء الله. يعطيك العافية. 0 أحسنت.
كيف تشوف مجريات الشوط الاول وتوقعات المجريات الشوط الثاني؟ والله الشوط الاول صحيح انه استحواذ كلي بعد خابوره. احنا فريقنا كان راجع، الصحم راجع وهم ضغطوا علينا، استغلوا ربعنا رجوا ربعنا يعني. وان شاء الله الشوط الثاني يتعدى اللعب على التغييرات، ندرب كده دخل ندرب ان شاء الله يتغير وان شاء الله صحم فايز. شوف فرص انت في الشوط الثاني راح تشوف فرص حقيقيه للفريقين؟ ان شاء الله صحم بيلعب الشوط الثاني مثل ما عودنا دائما الشوط الثاني يكون افضل يعني. تتوقع نتيجه المباراه؟ ما تعدى 1-0. من يسجل الهدف؟ كل بالي. يعطيك العافيه. الله يعافيكم ان شاء الله. من تشجع اليوم، صحم او الخابوره؟ صحم. كم تتوقع نتيجه المباراه؟ 2-1 صحم. مين بيجيب الاهداف؟ رقم 19 2-2. يعطيك العافيه. الله يسلمك. من تشجع اليوم؟ صحم. كم تتوقع نتيجه المباراه؟ 1-0. 0-0. طبعا المباراة إلى الآن ما شهدت الرتم العالي والفريقين ما قاعدين يؤدوا المباراة بشكل طيب، وأنا أشوف الخابور أفضل من نادي الصحم يؤدي في هذه المباراة، وإن شاء الله يحاول الصحم إنه يعدل من الرتم ويسجل إن شاء الله، لكن الخابورة إلى الآن أنا أشوفها متماسكة أكثر من رتم المباراة. كم توقعاتك للمباراة؟ والله أتوقع لنادي الصحم 1-0 إن شاء الله. من بيكون صاحب الهدف؟ محسن جوهر. إن شاء الله. يعطيك العافية. الله يعافيك، تسلم. والله ان شاء الله الشوط الثاني لصحم استحواذ ان شاء الله. الشوط الاول تعبان، صحم تعبان الشوط الاول، خابور افضل. نعم. كيف تشوف المحترفين لنادي الصحم؟ والله محترفين زينين ينشافون. شوف فرص محققة للفريقين او لفريق صحم؟ والله الافضل الشوط الاول فريق الخابوره، والشوط الثاني ان شاء الله نقول توقعات صحم 2-0. تعادل سلبي ما بين الفريقين واداء غير مطمئن من الجانب الازرق، كيف تشوف مجريات الشوط الثاني؟ والله وش اقول لك ان الشوط الثاني ما يطمن ابدا اداء هذا اللعب، ابدا ما يطمن ابدا. كيف تشوف اداء المحترفين؟ والله وش اقول لك، اداء المحترفين اليوم زين، لكن نتمنى ان شاء الله نكون نفوز هذه المباراه ان شاء الله. كم تتوقع نتيجة المباراة؟ والله على احتمال 1-0 من صالح الصحام. من تتوقع يجيب الهدف؟ والله احتمال محسن جوهر ولا احد من الشباب ان شاء الله. يعطيك العافية. الله يعافيك ان شاء الله. الصحم 2-1. توقع صحم 2-1. ايوه. ان شاء الله الشوط الثاني في مستوى طيب ان شاء الله للخابوره، وراح ترجع الخابوره ان شاء الله. بس جمهور صحم اليوم يقولوا انه هو فوز خاصة اليوم يعني المباراة بارضهم. ماشي مشكله، سواء صحم او الخابوره كلها بلاد واحده، بس نقول لك ان شاء الله الخابوره ان شاء الله راح تفوز اليوم. تتوقع نتيجة المباراة اليوم؟ والله احتمال تكون 1-0 ان شاء الله. تتوقع يجيب هدف الخابوره؟ والله توقعات ان شاء الله اسماعيل العجمي. هي نعم. بس عيد عبيد نفس الشيء، نفس اللعيبه، سعيد عبيد او اسماعيل العجمي نفس اللعيبه. المهم اللي يحط نتيجه الخابوره، اهم شيء عندنا هي هذه احنا. يعطيك العافيه. الله يعافيك طول العمر. تشوف مجريات الشوط الاول؟ والله الخابوره الحمد لله رب العالمين ماسك المباراه بالطول والعرض، وان شاء الله نتمنى التسجيل في الشوط الثاني ان شاء الله. تتوقع نتيجه المباراه؟ 2-0 ان شاء الله، سعيد عبيد 2. بس احنا ما شفنا في الشوط الاول ما شفنا يعني فرص حقيقيه للفريقين. لا انت لو تركز اكثر بتشوف ان المباراه بالطول والعرض ماسكنها الخابوره، صحم يلعب على المرتدات، لكن ان شاء الله من فرصه بنسجل ان شاء الله. الاستحواذ الخابوره اكثر، لكن الفرص يعني يعتمد على الفرص المباراه. ترى الفريق اللي يستحوذ اكثر شيء اكيد انه بيسجل. الفريق الثاني بيعتمد على المرتدات، لكن ان شاء الله دفاعنا بيكون في الصوره يعني موجود وما بيسجل صحم ان شاء الله. يعطيك العافيه. الله يعافيك. الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الفريقين، كيف تشوف مجريات الشوط الاول؟ والله صراحه الشوط الاول سجال ما بين الفريقين، وصراحه كان الخابوره يعني ماخذ استحواذ على لعب الكوره كثير ولكن بلا جدوى، ونتمنى ان شاء الله الشوط الثاني كمشجعين نادي الخابوره نتمنى ان شاء الله توفيق لهم ان شاء الله باذن الله. نقول هذه مباراة ديربي يعني ومعروفة فيها الندية والإثارة، فكيف يعني دائما ما نشوف مباريات فيها تحفظ أو فيها مثلا إثارة، فكيف تشوف يعني كيف تحكم على المباراة؟ والله هو دائما على عادة نادي صحم ونادي الخابورة لما يتلاقوا في الديربي دائما يعني التحفظ زايد، لكن عودونا آخر الفترات كان مباريات حلوة صراحة، لكن عاد نتمنى إن شاء الله اليوم في الشوط الثاني يكون مستواهم أحسن ما بين الفريقين. كم تتوقع نتيجة المباراة في الشوط الثاني؟ إن شاء الله 1-0 الخابورة. توقعنا في المباراة أن تكون مباراة فيها أهداف، لكن اليوم صراحة يعني خذونا بالمباراة. والله هم نقطة زينة بعد، صحم المستوى ما هو مستوى صحم يعني نقدر نقول صحم كسب نقطة وخسر نقطتين. هو صحيح كلامك، خسر هو صحم، نعتبرها خسارة صراحة. والله المباراة الفريقين يعني
الفريقين يدوا وما قصروا، بس نقول يعني المدرب هو اللي قرب المباراة يوم كامل. يعني تبديلاته يعني غلط بغلط، يعني طلوع مصعب استوى علينا يعني خطورة وايد. يعني التعادل اليوم يتحملها المدرب او اللاعبين؟ يتحملها المدرب. مباراة عكس التوقعات، توقعنا اهداف لكن انتهت المباراة بالنتيجة السلبية ما بين الخابورة وصحم. والله أول شيء الحمد لله على كل حال، ولكن في تساؤلات كثيرة. يعني من ضمن هذه التساؤلات أول شيء على أي أساس يتم اختيار اللاعبين المحترفين؟ يعني لاعب محترف تستغرب ان اللاعب المحلي يؤدي افضل من اللاعب المحترف. انت جايب لاعب محترف ليش؟ جايبنا على اساس انه شو؟ على اساس انه يكون داعم للفريق، على اساس ان الناشئين اللي في الفريق يتعلموا منه، يكون يعني مثال جيد لهؤلاء يعني الشبان. لكن اللي نلاحظ ان اللاعب المحلي افضل من اللاعب المحترف. على اي اساس انتم تختاروا اللاعبين المحترفين؟ هل هو على اساس انه مقطع فيديو يتم تجميع فيه اللقطات اللي ادى فيهن او المباريات اللي ادى فيهن هذا اللاعب وتختاروا على هالاساس، او اي يعني ايش يعني الاساس اللي تختاروا عليه المحترفين؟ يعني نقدر نقول اليوم ان انت غير مقتنع ابدا عن اداء المحترفين. اي نعم، اللاعبين المحليين صراحه ما حد قصر منهم، لكن اللاعبين المحترفين عليهم علامه استفهام. نقدر نقول اليوم الخابوره ملك التعادلات بعد 9 تعادلات في دوري عمان للمحترفين. الظاهر بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء الظاهر نصابتنا العين مع نادي سحار مع الموسم الماضي، ملك تعادلات انتقلت عندنا واحنا جيران احنا وياهم، ولكن سبحان الله نقول قدر الله ما شاء فعل. هذا حال الكوره. الفريق أدى ولعب اليوم بحماس صراحه ورجوله في الملعب، وامتلكنا زمام المباراه في الشوطين، الشوط الاول والشوط الثاني، ولكن سبحانك ربي نقول للشباب هارد لك على التعادل طبعا ما في مشكله، ولكن اخواننا بعد في نادي صحم ما قصروا صراحه دول عليهم، بس احنا كنا الافضل على مدار الشوطين صراحه، ونقول عسى القادم افضل ان شاء الله بعزه الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله الافضل. يعني نقدر نقول ان الخابوره خسر نقطتين يعني. والله ما اكيد 100% خسرنا ما الا نقطتين. احنا من الموسم من الدور الاول طبعا احنا كنا نعاني من نزف النقاط، ويا الدور هذا وكذلك اليوم مباراه الدور الثاني، ولكن ان شاء الله نتمنى على اساس ان الفريق الخصم الاتباري وشوف بعد فريق هين يعني نادي صحم معروف، وطبعا متفوق علينا في النقاط في الدوري، وان شاء الله نقول القادم افضل لنادي الخابوره ان شاء الله ورجالها، والفوت قادرين ان شاء الله على العوده من جديد باذن الله سبحانه وتعالى. والله الخابوره معزم كان يرد الثار نتيجه الماضيه اللي كانت فوز صحم على الخابوره، فالحمد لله رب العالمين. اليوم مجهود اللاعبين وضح، والفريق خابوره كان اكثر اليوم جاهزيه شويه من فريق صحم، فما حالفهم الفوز، فكان شويه عند صحم حظ شويه، خاصه في الشوط الاول ماسكين كان الخابوره ماسك شويه، والشوط الثاني شويه صحم قدر شويه يتفادى خط الوسط، خاصه في تغييرات المدرب. الخابوره يعني مثل ما نعرف انه قاعد يتعادل اغلب مبارياته، مثل ما نشوف انه ملك التعادلات في الدور الاول وقاعد يمشي عليه في الدور الثاني في المباريات، خاصه ان اليوم تعادل يعني التعادل التاسع في الدوري. والله اظني ما حد يريد يكون يتعادل، اغلبيتهم يريدوا الفوز، بس هذا ما نعرف وين المجهود اللي بيبذل، فان شاء الله في المباريات الجايه يتحسن شويه الاداء ونفوز ان شاء الله. اليوم الخابوره خسر نقطتين يعني او ربع نقطه. والله خسر نقطتين نحن تريق. يعطيك العافيه. احسن اليوم الخابوره لعبوا مجهودين ما مجهود واحد احسهم، لكن ما فلحوا الحظ الحمد لله رب العالمين، ولكن صراحه يعني الخابوره اليوم ادى اكثر عن صحم. بس ما شفنا فرص محققه للخابوره اليوم. وايد فرص محققه. شفنا استحواذ. لا فرصتين ضاعت خلاص محققات، لكن الحظ الحمد لله رب العالمين. ونتمنى ان شاء الله الكاس، اما الدوري الحين نفكر بس على الكاس الحين. يعطيك العافيه. الله يعافيك. انتهت الاثاره والنديه ما بين الفريقين، ما بين نادي صحم والخابوره. الفهود اليوم والموج الازرق ابوا ان يتعادلوا اليوم بالنتيجه السلبيه وخرجوا من المباراه حبايب. تابعونا ان شاء الله في المباريات القادمه مع سيلفي الجماهير.